الحقيقة يعني أنا أريد أثني على هاي الرسالة. الرسالة وكأنها متواجدة بالمجتمع الرياضي منذ أن تأسس الاتحاد، ليس الموجودة وإنما اللي قبله. الرسالة واضحة. إذا نجي على نقطة نقطة، السيد ذاكر نقاط رسمية جوهرية تخص اللاعبين وتخص منظومة كرة القدم. واصف الأداء بالمخجل. أوفني من الأداء، أنا أريد أروح على أهم من الأداء. السيد ذاكر المنظومة الكروية. نعم. المنظومة الكروية وكأنه يعرف ماذا جرى خلال الأيام الماضية. المناطقية، الطائفية، التحزب، استغلال المال العام، استغلال المال السياسي، مراكز استغلت ومناصب استغلت في الترويج وفي دعم شخوص على حساب شخوص، أشخاص معينين كان لهم دعم خاص من جهة معينة. السيد مقتدى، السيد القائد الله يحفظه، ذكي جدا، بحيث رسالته فيها الكثير من الرسائل اللي تثبت أن هنالك رجال قادة في العراق لا زالوا ينظرون في نظرة استراتيجية بعيدة. ومن شخصهم الآن السيد القائد بهذه الرسالة هم معروفين وواضحة بدون ذكر أسماء. لكن الشيء المهم خلي يعرف السيد القائد أنه بالرغم من المناطقية، بالرغم من الطائفية، بالرغم من استغلال المال السياسي، بالرغم من التحزب اللي لأول مرة يحدث في كرة القدم، أنه كرة القدم الآن مع الأسف الشديد حتى بدت تحارب شخوص من أجل شخوص، وتدعم شخوص على حساب شخوص آخرين، وتقف مع شخوص على حساب شخوص آخرين. ولا يمكن لا السيد القائد ولا أي مرجع من مراجعنا الكرام يقبل أنه من لديه سجل جنائي أخلاقي يتوبأ مناصب كبيرة في الدولة العراقية. لذلك الرسالة واضحة، وأنا أتصور هاي رسالة السيد القائد رسالة واضحة لكل من يريد التلاعب بسمعة العراق. ما جرى الآن في كأس العالم أنا أتصور بمستوياته وبنتائجه هي رسالة تحذيرية من قبل السيد. عليه أن يعرف السيد القائد أنه الناس الآن بدأت تستغل الرياضة لمنافع شخصية، وبدأت تستغل الرياضة وكرة القدم بالخصوص لمصالح شخصية، وبدأت تستغل كرة القدم لأجل مصالح حزبية، وبدأت تستغل الرياضة من أجل الترويج لانتخابات قد لا يسمح لها الدخول في الانتخاب في مجال كرة القدم. لذلك عمل حسن السيد القائد، ورسالته قد تكون أثلجت صدور كل العراقيين الشرفاء المخلصين اللي ينظرون للرياضة هي محفل من المحافل المهمة.